قد يكون من المألوف رؤية مشاهد التعري احتجاجا على قضايا تشغل ناشطات نسويات في باريس مع جمعية فمن أو في روسيا مع بوسيرايت، لكن أن يحتج مواطن جزائري بالتعري فوق سقف سيارته فهذا ما استيقظ عليه الجزائريون صباح أمس الاثنين. وجابت هذه الصورة مواقع التواصل الاجتماعي ولا عجب، هذه الصورة تم تداولها كثيرا عبر تويتر وفيسبوك خاصة بين الجزائريين، ونشرتها عدد من الصحف المحلية. هنا مثلا موقع الجيري موند باللغة الفرنسية عنون جزائري غاضب بعد سحب رخصة القيادة منه يصعد سقف سيارته متعريا. الرجل يبدو في الخمسينيات من عمره، وقيل إنه كان يقل 4 مسافرين نحو محطة بالعاصمة الجزائرية. أوقفته الشرطة وسحبت منه الرخصة وأودع بالسجن الاحتياطي. قصة هذا الرجل وبعد رواجها على مواقع التواصل الاجتماعي كانت مادة دسمة للصحف. الرسام الكاريكاتوري الجزائري جيلاس إينوش اتخذها موضوعا لآخر رسوماته. كما نرى الشرطي يستنجد بأي مطرقة الذي يأتيه مسرعا في إشارة إلى حادث تكسير تمثال المرأة العاري في مدينة سطيب قبل أشهر من طرف شخص متدين. كثير من رواد فيسبوك علقوا بأن المتدينين لا يعتدون على العري إلا عندما يتعلقوا بالمرأة، فماذا عن العري عن الرجل؟ طبعا التغريدات الصورتان حظيتا بتعليقات واسعة بين الجزائريين على الخصوص. أحمد عز الدين مثلا يقول: عوامل التعرية بدأت في الطارف ووصلت إلى العاصمة ولا نعرف أين ستتجه. مغرد آخر محمد شعبان يقول: فعل غير مبرر مهما كانت الأسباب التي أدت به لذلك. ربما من بين الذين شاهدوا صورته وهو عار ابنته واخته أو والدته. نذير بن حبارس يكتب قائلا: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجوز فعل هذا الشيء في الشارع لأنه تعد على حرية الآخرين. كيف ترضى لأختك أو زوجتك هذا المنظر؟ أما على فيسبوك الذي أيضا اهتم بهذه القصة بقصة الرجل المتعري واقفا على سقف سيارته، يقول مو حملوش: بالنظر إلى العدد الكبير من رخص السياقة التي يتم مصادرتها يوميا فالجزائر ستكون كلها بأكملها عارية مستقبلا. ولكن مشاهدينا للاطلاع على المزيد حول هذه القصة وغيرها من القصص يمكنكم الذهاب إلى موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com.